النهارده هعلمك ازاي تعمل ابسط ويب سايت تعريفيه. لو رسمت الاستراكشر بتاع الصفحه بابسط طريقه هتلاقيه متكون من 7 اقسام. اول قسم الهيدر او النافيجيشن بار، وده اساسي في اي ويب سايت عشان تسهل التنقل بين الاقسام. طبعا اللوجو بتاعنا في الحاله دي هو اسم الفنان. الحاجات الباقيه دي هتوصلك لاقسام تانية زي الاباوت والكونتاكت انفورميشن. في السي اس اس الهيدر هنعمل له باك جراوند جريدينت باللون الاسود، اللوجو على الشمال، وبقيه الاقسام التانية على اليمين. هنعمل افكت بسيط برضو كده عليهم بحيث لما الماوس يروح عليه يتحول للون الاصفر كده. ده اول سيكشن. تاني جزء من الصفحة حاجة زي بانر بسيط ترحيبي كده، وغالبا بيشرح الهدف من الويب سايت. هو ده. ممكن برضو نضيف له جريدينت، بس المرة دي من البرتقاني أو البرتقالي بلون أفتح شوية. دي النتيجة. ممكن نعمل افكت على التكست ده بحيث إنه يبقى شكله أحسن شوية كده. لازم نزود كود الجافا سكريبت هنا. مش لازم تركز في الكود ده، هبقى أشرحه لك بعدين. طبعا دي النتيجة. زودنا هنا تو بوتنز، واحدة about واحدة جاليري. ممكن نزود برضو افكت بسيط كده يحول الباك جراوند للون الأحمر. تالت قسم عندنا وهو الهايلايتس. ده ممكن يتضمن لحظة أيقونية، جملة مشهورة الفنان قالها، Don't you ever كلمني بالطريقة دي تاني. أو لحظة فارغة في حياتك. عايزين نقسم كل أيتم من دول يكون ليه مكان في الصفحة، فهنعمل له جريد. ممكن نظبطهم شوية كده بقى أحسن. رابع قسم الجاليري، ده ممكن تحط فيه أكتر صور أنت بتحبها. احنا محتاجين نعمل شوية إفكتات على الصور دي. ممكن نعمل لها جريد برضو. أكيد طبعا مش ده الشكل النهائي. هنخلي الديسبلاي فليكس بحيث إن هما يكونوا جنب بعض، والأوفر فلو بتاع الصور هيبقى مخفي. أعتقد كده أحلى بكتير. ممكن برضو نزود شوية إفكتات عليهم. ممكن تخلي الموضوع engaging شوية بإنك تعمل فوت مثلا لأحسن صورة، أو تخليهم يعملوا ميمز بالصور بتاعتك. زود شوية إفكتات بقى الكلام ده. كده أعتقد تمام. سادس قسم لو حد عايز يبعت لك رسالة، عملت له جريدينت برضه خفيف للون الأسود. آخر قسم هو الفوتر. طبعا لو عندك أي حاجة إضافية ممكن تحطها هنا، لينكات مثلا. إحنا طبعا ما عندناش أي حاجة نزودها، فهنحط الكوبي رايت ستيتمنت بس. اللون التقليدي طبعا بتاعها هو الأسود، بس هنعمل له برضه جريدينت. أشوفك الفيديو الجاي. Don't you ever